ازيكم عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله جايبه لكم فكره جديده لتزيين اوض النوم او اوض الاطفال او الليفينج، اي مكان انتوا عايزينه يعني. فكره بسيطه جدا جدا وسهله جدا. كنت عملت قبل كده معاكم الفراشات دي من ورق الفوم، وده كان شكلها. تمام. هبتدي بقى، هي كلها اسود. هبتدي اعمل من اللون ده، وهدخل الاسود مع البينك ده. وده ورق فوم بتجيبيه من اي مكتبة. وسعر الفرخ 15 جنيه. بس هو طبعا بيبقى اكبر من كده، يعني الفرخ مش بيبقى كده بس، الفرخ بيبقى اكبر من كده. تمام. هبتدي بقى اجيب الفراشة. بتبتدي ترسمي الفراشة بالشكل ده، او بتجيبيها من على الانترنت تطبعيها وتاخدي. هي سهلة جدا على فكرة، مش يعني مش صعبة خالص. من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها هي الفراشة. عملت برضو الدوائر دي علشان ازين معاكم برضو التلاجة. عملت منها البينك، وعملت منها الاسود، حابة ان يبقى دوائر على التلاجة والفراشات في الاوض. كده هبتدي اقص الجزء ده اهو، وهبتدي اخد الحتة دي زي زجزاج كده رايح جاي. معلش عشان بس الورق اللي داخلني، هقص بس الحتة دي عشان اقدر ابقى متحكمة فيها اكتر. اهو كده حلو جدا. هعمل معاكم واحدة بس، وهبتدي اعمل الباقي علشان ما اطولش عليكم. اهو هقص بس الحتة اللي تحت دي. اهو ده شكلها. تمام. هعمل بقى كذا واحدة وهرجع لكم تاني. كده يا بنات، بعد ما خلصت الفراشات بتاعتي اهو، عملت كذا واحدة. تمام اهي من اللون التاني. يلا بينا بقى نشوف هنلزقهم ازاي مع بعض على الحيطة. زي ما احنا شايفين اهو الحيطة قدامنا. ممكن بقى نعمل كذا شكل. ممكن نطلع من فوق السرير اللي الناحية دي للسرير الناحية التانية بالشكل ده كده، يعني نطلعهم كده ونطلع التانية دي كده. او ممكن نعمل بس واحدة من السرير ده توصل للسرير التاني زي ما احنا شايفين، زي ما احنا عايزين يعني. فهنبتدي بقى نعمل مع بعض وهنبتدي بقى نداري الجزء اللي هناك ده. انا كنت حاطة فيه الوردة اللي انا عملتها معاكم، اللي هي كانت دي. لو ما شفتيش بقى الفيديو هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. طريقة عملها يعني كنت حطاها مكانها فشلتها، فطبعا بعد ما شلتها بقت عندي بالشكل ده. فهشيلها بقى او ممكن احط عليها فراشة لو انا هبتدي من الجزء ده. يلا بينا بقى نلزق الفراشات مع بعض. انا دلوقتي بسخن مسدس الشمع وهنبتدي نلزقهم مع بعض. بدأت ألزقهم اهو، بس لسه طبعا هكملهم. انا بحط جزء بسيط جدا على مسدس الشمع وببتدي ألزقه، حاجة بسيطة جدا جدا. وهبتدي بقى اكمل لان للاسف مش عارفه اصور وانا بلزقهم. حلوين كان الشكل النهائي. ما حبيتش اكتر. انت ممكن تكتري زي ما انت عايزه، تعملي فرع تاني من الناحيات دي كده، تدخليه برضو ناحيه الورده. حطيت برضو الورده في النص كده عشان يبقى الملتقى بتاعهم الورده. يعني كفكره بسيطه. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بحاجه بسيطه جدا جدا قدرت تغيري في شكل الحيطه او في ديكور الحيطه بتكلفه بسيطه جدا من ورق الفوم، يعني مش حاجه خالص. الفرخ كله على بعضه ب15 جنيه. ان شاء الله يا رب تكون الفكره عجبتكم. لو عجبكم الفيديو، ودي اضاءه تانية، دي اهدى شويه، اضاءه اهدى شويه.
محتاجه رايكم جدا جدا على فكره في الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتقولوا لي اكيد رايكم عشان انا مستنيه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.